بصراحة تتقال بعد حلقة كابتن سيد عبد الحفيظ مع أحمد عفيفي في برنامج إبراهيم فايق مع الكورة مع فايق على MBC مصر. في فرق شاسع ما بين كابتن سيد عبد الحفيظ وما بين أحمد عفيفي. على فكرة، على المستوى الشخصي أنا بحب أحمد عفيفي جدا من سنة 2015 لحد دلوقتي، وأنا بتابع كابتن أحمد عفيفي أو أحمد عفيفي في تحليله في كل حاجة. مع أحمد عفيفي بصراحة أنا بحترمها وبحترمها جدا جدا جدا، ومن الزملكاوية اللي أنت تعرف إنك أنت ما تعرفش تشيد بيه، لا انت مش لاقي كلام اصلا تقوله عليه. وكنت دايما بتابع تحليلاته في مباريات الزمالك والاهلي بالاخص، يعني كان دايما عشان خاطر ان هو زملكاوي، فكنت بسمع له عشان خاطر كان دايما بيطلع بتحليلات جميله. تمام، ده بعيد عن اي حاجه. ده غير تحليلاته مع منتخب مصر في افريقيا 2017 مع هيكتور كوبر. فكنت دايما فعلا بستفيد من خبراته، بستفيد من كلامه، بستفيد من كل حاجه كان بيقولها. فانا على المستوى الشخصي انا بحب احمد عفيفي جدا، ومن الشخصيات المحترمه جدا 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 جدا، واللي انت تحبها حتى كمان وانت بتسمع له. بس مشكله كابتن احمد عفيفي او مشكله احمد عفيفي ان هو واقف على حاجه معينه مش عايز يغيرها من 2015 لحد دلوقتي. هو نفس الكلام اللي طلع اتكلم فيهم النهارده هو نفس الكلام اللي بيقوله من 2015 لحد دلوقتي. وللمعلومة أنا عذره في كل كلمة هو بيقولها، لأن هو ده العقل أو هو ده الحجة اللي بيكلموا بيها جماهير نادي الزمالك وكل إعلام نادي الزمالك وكل مسؤولين في نادي الزمالك. هو نفس الريتم وهو نفس الكلام، ما بيتغيرش على مستوى الأشخاص، لأن مفيش حاجة تخليهم إن هم يقولوها بسبب الفشل الذريع أو الفشل الجذري اللي موجود في نادي الزمالك من قديم الأزل لحد دلوقتي. ودي كانت اكبر مشكله مع احمد عفيفي، لان كل جماهير النادي الاهلي وكل جماهير نادي الزمالك قبل جماهير النادي الاهلي اللي طلبت المواجهه دي علشان خاطر يشوفوا طريقه الكلام ما بين الاتنين هتبقى عامله ازاي، وهل احمد عفيفي هيعرف ان هو يسكت كابتن سيد عبد الحفيظ، ولا كابتن سيد عبد الحفيظ هيفضل ماشي في الطريق اللي هو فيه. وطبعا خلاصة المواجهة أنا ما شفتش حاجة لكابتن أحمد عفيفي قدام كابتن سيد عبد الحفيظ غير نفس الكلام اللي بيقوله من 2015 لحد دلوقتي. تحس إنك أنت كنت واقف مع واحد ما عملش لنفسه أبجريد في أي حاجة أو في أي معلومة كان بيقولها، غير نفس الكلام اللي بيطلع من جماهير نادي الزمالك قدام واحد. معلش لو جينا اتكلمنا أو جينا قيمناه، انت بتتكلم سيد عبد الحفيظ ما هو الا قاموس. عايز تعرف معلومة تعرفها من كابتن سيد عبد الحفيظ، عايز تعرف اي حاجة في كرة القدم ما بين الاهلي والزمالك عايز تعرفها صحيح لازم تسأل كابتن سيد عبد الحفيظ. ده غير ان جماهير النادي الاهلي كانت عايزة الحلقة دي من زمان قوي علشان خاطر تعرف هل في حد هيعرف يسد مع كابتن سيد عبد الحفيظ ولا لا. وبالاخص الحلقة بتاعت النهاردة بينت كل حاجة وكشفت كل حاجة فعلا. كل اعلام نادي الزمالك بيتكلموا عن المظلومية، وكل جماهير نادي الزمالك بتتكلم عن المظلومية، وكل حد في نادي الزمالك بيتكلم عن ان وكالة الاهرام هي السبب في اللي حصل لنادي الزمالك. مع العلم ان كابتن سيد عبد الحفيظ لما رد على احمد عفيفي النهارده قال له انا برضو ما شفتش رئيس نادي الزمالك يمسك رئيس اتحاد الكورة لمدة 9 سنين. يعني لو انت جاي تكلمني عن ان وكالة الاهرام هي السبب في وقوع نادي الزمالك من 20 سنة ولا من 22 سنة، فانا ممكن اقول لك ان في رئيس اتحاد كورة كان رئيس نادي الزمالك مسك 9 سنين وبرضه معرفش يوقف النادي الاهلي. هنا بيدل على ان في نادي عنده القدرة ان هو يعدي اي حاجة ويكمل في طريقه في البطولات وكل حاجة، وفي فرق ما بين واحد علق فشله على حاجة معينة ومش عايز ان هو يتقدم عنها او ان هو يتخطاها ويشوف اللي جاي بعد كده ايه ويمشي في الطريق او يحاول يكسر القاعدة اللي هو وقف فيها. وعلى فكرة أنا مش عايز ألوم أي واحد زملكاوي في طريقة كلامه أو في إن هو واقف على حاجة معينة اللي هي المظلومية في موضوع إن هو يعلق فشله عليها، لأن هو مش لاقي حاجة يقولها في ظل مجالس الإدارة اللي كل شوية بتتحل، أو كل مجالس الإدارة اللي هم بيمسكوا نادي الزمالك ومش لاقيين حل للي هم فيه غير موضوع المظلومية، وان النادي الاهلي هو السبب في ان مجالس الادارة لنادي الزمالك بتتحل. مع العلم انك انت لو جيت بصيت هتلاقي ان الفشل الجذري ده موجود جوه نادي الزمالك
وعمره ما هيتغير طول ما هم تفكيرهم واحد في موضوع المظلومية والمؤامرات وكل حاجة احنا بنسمعها منه. ده غير ان كابتن سيد عبد الحفيظ لما جه يتكلم على موضوع كاس عالم انديه كان قصده حاجه تانية، بيقول لك ان اللي موجود في كاس عالم انديه 2025 اربع فرق: الاهلي والوداد والترجي وصن داونز. يعني بالمعنى الاصح صن داونز اللي معاه دوري ابطال افريقيا، دوري واحد من دوري ابطال افريقيا داخل معانا في كاس عالم انديه، ليه ما قالوش الخمسه اكبر من الواحد؟ والوداد اللي معاه 3 افريقيا وانت معاك 5، ليه ما قلتش الخمسة اكبر من ال3؟ والترجي اللي معاه 4 دوري أبطال أفريقيا، أنت ما طلعتش قلت الخمسة أكتر من ال4، بس أنت موقف دنيتك على نادي القرن في إن 9 أكبر من 7. حتى كلام كابتن سيد عبد الحفيظ لما قال له ولا هي ال9 أكبر من ال7 مع النادي الأهلي بس. ده غير إن جمهور نادي الزمالك بيتكلم عن ان احمد عفيفي بيتكلم انجليزي وكابتن سيد عبد الحفيظ ما بيعرفش يتكلم انجليزي، وكابتن سيد عبد الحفيظ قال لو هيفضل يتكلم بالطريقه دي انا ممكن انسحب من الكلام وامشي. زي ما تقول ان هي بطوله بالنسبه لجماهير نادي الزمالك. يعني انت عايز تجيب واحد اصلا ما لعبش كوره وقعد حياته كلها سوشيال ميديا، وانتقل من السوشيال ميديا بقى اعلامي في قناه دي ام سي، ومن قناه دي ام سي بدا ان هو يتوغل شويه وبدا ان هو يشتغل في تحليل الماتشات. وبعد تحليل الماتشات راح السعوديه عشان خاطر ان هو عنده كفاءة في طريقة الكلام، فبدأ ان هو يمسك شركة، فكل الفترة دي كلها كان ملزم ان هو يكون بيتكلم انجليزي. على النظير الاخر كابتن سيد عبد الحفيظ قضى حياته كلها في كرة القدم من لاعب لاعلامي في قناة نادي الاهلي، وبعدها بدأ يمسك او بدأ يبقى كادر من كوادر النادي الاهلي. فبتكلم واحد حياته كلها كورة من ساعة ما كان لاعب لحد ما وصل للمرحلة اللي هو فيها دلوقتي، بقى عبارة عن قاموس موجود معانا. مفيش حد عرف يجرؤ ان هو يتخطى كابتن سيد عبد الحفيظ في الكلام. وكابتن سيد عبد الحفيظ من طريقة كلامه، من طريقة كلام كابتن أحمد عفيفي أو أحمد عفيفي وهو بيقول إن النادي الأهلي نادي جامد ونادي مش عارف إيه ونادي، فضل يتكلم عن قدرة النادي الأهلي. طلع كابتن سيد عبد الحفيظ قال له طالما أنت شايف إن النادي الأهلي قوي وإن النادي الأهلي قادر يعمل أي حاجة، فأنا مش هقدر ألعب في أحاسيسك. ده غير ان كابتن سيد عبد الحفيظ من كتر الكلام عن المظلوميه وان وكاله الاهرام وكابتن حسن حمدي رئيس نادي الاهلي كان ماسك رئيس وكاله الاهرام، جه قال له اصلا ما حصلش في تاريخ نادي الزمالك في 4 سنين ياخد 3 دوري مصري غير ايام كابتن حسن حمدي. لو هنيجي نبص على التاريخ هتلاقي ان النادي الاهلي في التسعينات حصل على كذا دوري، وفي الثمانينات حصل على مش عارف 9 دوري، وعلى في السبعينات حصل على كام دوري. فانت لو هتيجي تكلمني عن موضوع وكالة الأهرام، فأنت عندك الفشل موجود من قديم الأزل، من أيام ما كانت الكورة بتتلعب شراب بالمعنى الأصح. ده غير إن كابتن سيد عبد الحفيظ لما لقى أو لما اتكلموا عن موضوع انسحاب نادي الزمالك من مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك يوم الثلاث اللي جاي، فجي بيقول طب أنتوا ليه عايزين تنسحبوا من المباراة بتاعة الأهلي، مع العلم إنك أنت طلعت وقلت إن أنا مش هلعب أي مباراة من الدور التاني إلا لما كل المؤجلات بتاعة الفرق التانية تخلص، في حين إنك أنت لعبت سموحة في المباراتين ما بين الدور الأول والدور التاني، والمصري كمان لعبته في الدور الأول والدور التاني. يعني أنت طالع تتكلم في حاجة أنت ذات نفسك عملتها من قبل ما تطلع تقول البيان بتاعك بانسحاب نادي الزمالك من مباراة القمة. ده غير ان الاعلامي ابراهيم فايق طلع ذكي جدا، سأل سؤال للاتنين والسؤال طبعا معروف اجابته، بس اللي انا ما كنتش متوقعه رد كابتن احمد عفيفي او احمد عفيفي في السؤال ده ايه هو. لما ابراهيم فايق طلع قال مين اللي شعبيته اكتر من التاني، الاهلي ولا الزمالك في مصر؟ كابتن احمد عفيفي رد وقال الاهلي، وكابتن سيد عبد الحفيظ قال برضو الاهلي. طبعا دي حاجه تحترم من احمد عفيفي ان هو رد الرد ده، لان ده قتل كل حاجه بالنسبه لجماهير نادي الزمالك اللي كانت متفائله خير من ناحيه احمد عفيفي في طريقه الكلام او في طريقه الشعبيه بتاعه نادي الزمالك، اللي هي شعبيه نادي الزمالك اكتر من شعبيه النادي الاهلي، واللي كل اعلام نادي الزمالك طالع يقول ان شعبيه نادي الزمالك متساويه ما بين شعبيه النادي الاهلي في مصر، او شعبيه نادي الزمالك اكتر من شعبيه النادي الاهلي في مصر. مع العلم ان رابطه الانديه عملت رجل الجوله علشان خاطر تقتل الموضوع ده نهائي ما بين جماهير نادي الزمالك وما بين جماهير نادي الاهلي.
او تقتل الموضوع ده بالنسبه لجماهير نادي الزمالك. عملت رجل الجوله مخصوص عشان خاطر تعرف شعبيه النادي الاهلي عامله ازاي قدام شعبيه نادي الزمالك. وطبعا في رجل الجوله اثبتت ان شعبيه النادي الاهلي اقوى بكتير بمراحل عن شعبيه نادي الزمالك في مصر. وده اللي عمله رابطة الأندية عشان تقتل الموضوع نهائي بالنسبة لجماهير نادي الزمالك. بس جماهير نادي الزمالك لسه مش مقتنعة بكده، ولسه بتقاوح في الموضوع ده، ويقول لك جماهير نادي الزمالك أكتر من جمهور نادي الأهلي. الحاجة الأخيرة اللي أنا حابب أتكلم فيها وإن أنا عايز أقفل بيها الفيديو بتاعي، إن الإعلامي إبراهيم فايق جه سأل أحمد عفيفي، قال له إيه أحسن مباراة أنت شفتها للزمالك قدام النادي الأهلي؟ فطبعا الرد طبيعي لأحمد عفيفي، قال مباراة من سنة 2003، كانت مباراة ما بين الأهلي والزمالك والزمالك كسب 3-1. جه سأل نفس السؤال لكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ الرد بتاعه قال إيه؟ قال أغلى مباراة بالنسبة لكل الجماهير هي مباراة ال6-1، بس لو هتيجي تسألني أنا، المباراة اللي كانت بالنسبة لي ليها إحساس تاني خالص هي مباراة نهائي القرن. لو هتيجي تسأله بقى ليه، هقول لك مباراة نهائي القرن ريحت النادي الأهلي بجماهيره عن حاجات كتير كانت ممكن تقعد لقرون قدام بالنسبة لجماهير نادي الزمالك قدام جماهير النادي الأهلي. فكابتن سعد عبد الحفيظ قال البطولة دي أو الماتش ده بالذات كان ليه إحساس تاني خالص بالنسبة لي، ومش لوحده هو بس الكابتن سعد عبد الحفيظ، لا ده بالنسبة لي أنا كمان وبالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي ليها إحساس تاني خالص، لأن فعلا إحنا كنا مش هنبطل صداع عن المباراة دي لقرون قدام. فبصراحة شابوه للإعلامي إبراهيم فايق إن هو عمل المواجهة دي اللي كل جماهير النادي الأهلي وجماهير نادي الزمالك كانت مستنياها ما بين أحمد عفيفي وما بين كابتن سعد عبد الحفيظ. فشابوه للإعلامي إبراهيم فايق، وشابوه كبيرة جدا لأحمد عفيفي، وشابوه أكبر بكتير لكابتن سعد عبد الحفيظ اللي أثبت لنا فعلا كجماهير نادي أهلي إن في واحد بالعقلية دي مفيش حد عارف يتخطى طريقة تفكيره في الكلام، وان هو اي حد بيقف قدامه في الكلام تقريبا بيبقى هو الخسران. وفي نهاية الفيديو حابب ان انا اقول لك لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لي رأيك في الكومنتات. ودلوقتي اقدر اقول لك سلام.